باشمهندس امبارح كان وفد من فلسطين زارك في النادي الاهلي، وزار كابتن محرم الراغب، وزار الجهاز الفني واللاعبين والموقع او موقع النادي، وحتى اطلس سبورت وكل المواقع الرياضيه الحقيقه اهتمت بهذه الزياره اللي لازم المهندس عدلي لانه استقبل هذا الوفد الشقيق هيكلمنا كتير عنها. الوفد ضم الكابتن ضياء مصباح وعضو نادي الجلاء الرياضي، والكابتن مصباح الزهري عضو الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، ومحمود الديوي متخصص الرياضة البدنية، واطلس سبورت الفلسطينية. كان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى النادي ظهر أمس اللواء محمود الفيشاوي مدير أمن النادي، والأستاذ ناجي السبحي المحامي، وعدد من جماهير النادي الأهلي يمكن من أعضاء الألتراس أيضا منهم أبو علي وعدد من أفراد الألتراس. وكان الوفد مهتم بلقاء المهندس عادل القيعي، ثم بالجلوس مع الجهاز الفني والتقاط الصور التذكارية، والأروع منه بعد الانتهاء من هذه المراسم تحول هؤلاء الأشقاء إلى جماهير في المدرجات، جلسوا مع جماهير النادي الأهلي يا باشمهندس وتابعوا مباراة الأهلي والسكة الحديد. أنت مبدئيا أجواء وكواليس هذه الزيارة؟ لا هم الحقيقة يعني الإخوة من رابطة مشجعي النادي الأهلي في فلسطين وغزة، في غزة وفلسطين على اتصال دائم بينا، ويمكن على اتصال بالقناة كمان. صحيح. ما بيفوتوش مناسبة أو فرصة متفاعلين غير متفاعلين. فهم كانوا موجودين في النادي وجوا لي المكتب وقعدنا اتكلمنا، وعندهم حلم أتمنى أن يتحقق. وهذا الحلم إن الأهلي يروح يلعب في غزة، في غزة وفي فلسطين وفي القدس يا رب. فطبعا هذا يعني حلم متبادل على فكرة، مش حلمهم لوحديهم أكيد. إنما يعني قلت لهم بإذن الله سيأتي يوم قريب نشاهد الأهلي هناك عندكم، ويعني تكون رسالة إلى العالم كله عن علاقة مصر بإخواتهم في غزة وفلسطين، وأيضا قيمة النادي الأهلي، وهي زيارة مش هتكون الأولى لأنها متكررة. أيوة. تذكر يا أستاذ إبراهيم، واستدعينا الذكريات دي. تاريخ يذكر وقعة 44 عندما كان حيدر باشا صحيح يعني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أو كان وزير للحربية، ما هو كان وزير حربية، لكن كان له صفة أيضا صحيح في الكرة المصرية أعتقد، يعني كان قائد الجيش. لا في الكرة تحديدا. ليه؟ رئيس اتحاد الكرة. هو اللي منع لأنه هو قال للنادي الأهلي ما تروحش تلعب في فلسطين. فما كان من الأهلي إلا أن ذهب ولعب. فأوقف الفريق كاملا ونشاط كرة القدم بالنادي الأهلي بشكل كامل. قعد يمكن عدة أشهر إلى أن فاجأ نادي الأهلي قبل المباراة بأسبوع أن هناك مباراة بين الأهلي والزمالك بعد أسبوع. كان الأهلي ما اتمرنش، وكان اللعيبة موقوفة الكبار، واتلعبت المباراة لحد النهارده اللي يقولوا يعني عندما تذكر النتائج الثقيلة يقول لك الزمالك كسب الأهلي سنة 44 6-0. هي دي كانت ظروف هذه المباراة. وقتها الكابتن مختار التتش عليه رحمة الله رفض كتابة اعتذار لحيدر باشا، ما هو عشان كده توقف، وسجل جملة تاريخية. بدل ما يكتب اعتذار قال له لا يشرفني الانتماء إلى اتحاد أنت رئيسه، واكتفى بهذا الموقف. بس شوف بقى القوة، يعني قد نتفق ونختلف على يعني اللغة، لأن برضو معلش أنا التتش ده بالنسبة لنا هو القيمة والقمة. صحيح. وصاحب المواقف التي لا تقبل الانفصال. صحيح. لكن نرجع نقول ان لغة الحوار انا بتحافظ عليها شوية. بس بتاعت وقتها يمكن لانها كان فيها ربط سياسي. يعني انت بتتحافظ عليها بعد 60-70 سنة. وقتها لكن وقتها الظرف كان مختلف. لا هو كان الظرف كمان ان هو مختار التتش يشعر ان الاهلي يعاقب لانه له دور قومي، فكانت جرحاه جدا ومتضايق منها، وكان يشعر ان دي عكس التيار او عكس الاتجاه المفروض. صحيح. كان ينبغي ان يشكر النادي الاهلي وان يؤازر في هذه الزياره، ولكنه عوقب. فطبعا كانت هذه، لكن الاروع منها بقى رد الفعل لم يحدث شيء. يعني هنا القبول بالاخر، لانه كان الموقف يعني حيدر باشا كان في مركز
وموقف لو أن هناك ديكتاتورية كان يعني عمل وسوى. لا، لأنه ربما الحرج السياسي، لأنه الأهلي كان راح يلعب ضد التهويل. أنتوا عارفين أن قيام دولة الكيان الصهيوني 48 44 كان بدأ اليهود حركة التهويد للقدس، بدأ جلب كل اليهود من أوروبا الشرقية ومن كل العالم إلى فلسطين. فالأهلي رايح يلعب مع الأشقاء الفلسطينيين ضد حملة التهويد، فحصل حرج سياسي للسلطة الحاكمة في مصر وقتها. الأهلي كقوة شعبية رايح ينصر فلسطين، ومصر لظروف الاحتلال العجيبة ان كان وزارة الداخلية برئاسة فؤاد سراج الدين باشا كانت مساندة لموقف النادي الاهلي. صحيح. لكن ده يدلك على ده اللي خفف حدة ان كان في ديمقراطية عالية جدا، يعني تقدر تعمل كده وتقدر تعمل كده وتقبل الآراء. ولكن اللي يعنيني من هذه الواقعة اللي احنا كنا بنجتر ذكريات اثناء هذه الزيارة اللي حدثت بالامس، ان اللي بيسألوا لماذا شعبية الاهلي الجارفة وتضرب في أعماق الوطن بموقفها الوطنية والقومية، ده أحد النماذج. يعني عموما جاهزين بتقرير عن هذه الزيارة، ونرجع بعد منه نواصل مع المهندس عدلي آراءه في بعض الأخبار اللي استجدت عن الأهلي. بداية يعني أحب أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بوجود طاقم أطلس سبورت، الموقع الرياضي الفلسطيني الذي يهتم بالإعلام الرياضي، الشؤون الرياضية الفلسطينية والمصرية كذلك، بوجودنا في النادي الأهلي، هذه القلعة الرياضية الكبيرة التي لطالما كان لها حب وحضور في فلسطين على مستوى في فلسطين من خلال التشجيع والمتابعة لفريق الأهلي في كل البطولات سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي. يعني لمسنا الاستقبال الحار من قبل الأخوة في الأرترس الأهلاوي أو السيد المهندس عدل القيع مدير التسويق في النادي الأهلي أو الأخوة في مجلس الإدارة، وكان هناك ترحيب واسع لنا في الشبكة يعني، وتركوا المجال لنا أن نتجول في النادي وأن نعمل لقاءات مع كل الموجودين، ويعني وعقدنا عدد من اللقاءات مع اللاعبين، اللاعب عبد الله السعيد واللاعب شريف عبد الفضيل. أول حاجة إحنا زيارتنا هاي طبعا بنوصل رسالة لإدارة النادي الأهلي إنه إحنا مع النادي وعلى الحلوة والمرة، وكل الدعم والتأييد للنادي الأهلي متمثل بمجلس إدارته وجهازه الفني والإداري واللاعبين وكل جماهيره. بعدين إحنا جايين نوجه رسالة شكر لكل من وقف جنب جماهير النادي الأهلي. باشمهندس، موقف يعني لا يختلف عن الموقف اللي النادي الأهلي هيشارك فيه يوم الجمعة كمان. يعني الأهلي على موعد في إطار نفس الدور الوطني مع أشقائه من لاعبي حرس الحدود والزمالك وطلائع الجيش في مباراة في حب مصر احتفالا بنصر أكتوبر المجيد. 8 من الأهلي هيشاركوا في احتفالات أكتوبر. الجهاز الفني بقيادة مانويل جوزيه اختارهم. الأهلي وحرس الحدود فريق، والزمالك وطلائع الجيش فريق. يعني مانويل جوزيه وطارق العش فريق، وحسن شحاتة وفاروق جعفر بس أنا فريق. سامع إن الفكرة هتتغير شوية، هيحصل الأهلي والزمالك مع بعض ضد فرقتين من الجيش. فرقتين من الجيش، حتى وهو الأقرب إلى التنفيذ. يعني طيب، يعني قبل ما معانا تليفون يمكن مهم معانا من فلسطين لهذا التفاعل الطيب مع الاشقاء في فلسطين، لكن خليني اقول لك ان مانويل جوزيه اختار احمد عادل عبد المنعم ووائل جمعه وسيد معوض واحمد السيد وسيد حمدي واحمد فتحي واحمد نبيل منجا ودومينيك لتمثيل الاهلي في هذه المباراه. هسمع رايك في هذه المناسبه، بس نسمع اسامه عمر من فلسطين. مساء الخير يا استاذ اسامه. مساء الخير استاذ ابراهيم. مساء الخير كابتن عادل القيعي. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ اسامه. يشرفني بدايه ان اتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيادتكم الكريمه بمناسبه احتفالات اكتوبر المجيده. شكرا. ويشرفني ايضا ان انقل تحيات محبي وعشاق النادي الاهلي المصري في الاراضي الفلسطينيه بمناسبه هذه الزياره التي تمت بالامس، لأنقل إليكم أن النادي الأهلي ليس غريبا عليه هذه الصفات المشرفة، فهي قلعة الأمجاد. ودع الكلمات تمر من بين السنابل. يا قلعة الأمجاد اصعدي للقمم الشماء فوق الشهب. النادي الأهلي يغمر بالوطنية، كم غمرت بوطنيتك يا أهلي للقريب والبعيد، فأنت من تلاقي الشدائد بقلب مثل الحديد. قدرك عظيم وافر وظلك مديد،
فنحن بأمجادك نهتف وكل يوم نردد النشيد، فعلى الرياضة السلام إن لم يكن الأهلي بيت القصيد. بعد هذه الأبيات أحب أن أنقل جزيل الشكر للنادي الأهلي ممثلا بمجلس إدارته وكافة المسؤولين بالنادي على الضيافة والاستقبال للوفد بالأمس، وهذا ليس غريبا على النادي الأهلي. لا شكر على واجب يا أستاذ وسام. الله يبارك فيكم جميعا، وهذا يعطينا أمل بأننا الجيل الصاعد والأمل الواعد إن شاء الله. ونتمنى من النادي الأهلي أن يضع ما تقدم به السيد الكابتن عادل القيعي بزيارة النادي الأهلي للأراضي الفلسطينية، هذا الأمل والحلم المنتظر لكل جماهير النادي الأهلي في الأراضي الفلسطينية. بهذه المناسبة السعيدة خالص الشكر لكم، فأنتم مصدر السعادة لنا، ودمتم للأهلي جنود وقيادة، ودمتم ودمتم ودمتم. شكرا جزيلا. شكرا لك. كلمات أسامة عمر من غزة. يعني واضح ان العاطفة جياشة، وهو ليس حلما فلسطينيا فقط، ولكنه ايضا اتصرناه حلم كل المصريين ان يلعب الاهلي باذن الله في فلسطين. بس انا عايز ارجع لحظة صغيرة كده على هذه الزيارة، لأن كان في شباب من الألتراس موجودين في هذه الزيارة، وتحدثنا كثيرا عن دور الألتراس وعن دور الأهلي وعن ما هو قادم وكيف يمكن. الوفد الفلسطيني جاي يشكر الوفد المحامين من النادي الأهلي اللي دافع عن هؤلاء الشباب، وكانوا معاهم الولاد ومحتفلين.